شايفها؟ ايوه شايفها. العمل يا جلال، هنقول ايه لعمك درويش دلوقتي؟ مش عارف يا منيرة، مش عارف. احنا ما نقدرش نقول ان القط كلها. لا طبعا ما نقدرش، ده معتز بيها جدا لان هو اللي اصطدم نفسه يا ما هي منيرة. دي المصيبة. ايوه، المصيبة ان هو اوه. اصطادها بنفسه وعارفها ايوه. كويس. ايوه. والا كنا رحنا اشترينا له سمكة من عند السماك ووديناها الفرن تتشوي، ونعتذر له عن التأخير بان الفرن هو اللي اخرها. فكر معايا يا جلال، ما انا فكر عمال معايا. افكر اهو. بس ايه؟ لقيت لك فكرة هايلة. هي ايه؟ قول بسرعة. هرجع لك السمكة صحيحة زي ما كانت. ترجعها زي ما كانت؟ ايوه. ازاي؟ هو مش القط كل الحتة اللي في الوسط؟ ايوه يا جلال. يعني الراس بقت في حتة والديل بقى في الحتة التانية، مش كده؟ ايوه يا جلال. خلاص، نزق الراس ناحية الديل ونلزقهم ببعض ونرجع السمكة سليمة زي ما كانت. ايه رأيك بقى في الفكرة دي؟ محدش هياخد باله ابدا. ايه؟ لا يا اخويا، عمك درويش هياخد باله، لانه عارف كويس قوي طول السمكه اللي هو اصطادها، وهتبان قدامه صغيره. ومش كده وبس، ايه تاني؟ السمكه هتصغر ومش هتكفينا. لا، هنكبرها ونخليها تكفينا. اهو ده بقى اللي مش ممكن ابدا. لا ممكن، واقول لك ازاي بقى ممكن كمان. طب قول يا سيدي. انت مش عندك في التلاجة كيس فيه كام حتة جزل؟ اه. خلاص قومي دلوقتي اقليهم قبل ما يجوا الضيوف. وبعدين؟ وبعدين نحط بدل الحتة اللي كلها القط حتتين جزل، ترجع السمكة طويلة زي ما كانت. ايه رأيك بقى في الفكرة الجهنمية دي؟ بقى بقى ده معقول يا جلال؟ مش معقول ليه؟ علشان لا الطعم واحد ولا الشكل واحد. بسيطة، احلها لك برضو. بايه تاني؟ اولا ان كان على الشكل نقدر نغطي السمكة كلها بشوية بقدونس اخضر، هيبقى كلها لون واحد. وان كان على الطعم نقدر انا وانت ناكل الحتة اللي في الوسط اللي فيها الجزل، ونخليهم هم ياكلوا الراس والديل. اظن في دي بقى ما تقدريش تقولي حاجة بقى. مش عارفه اقول لك ايه يا جلال، ما تقوليش حاجة خالص، هو ده اللي احنا هنعمله. بس انا خايفه قوي من عمك درويش، لا ياخد باله ولا حاجه. عم درويش مش هيبقى فاضي، ده هيقعد بقى يحكي لنا طول الوقت ازاي هو اصطاد السمكة دي، وانا هخليه ما يبطلش كلام ابدا. وبعدين؟ وانت بقى في الوقت ده تكوني وزعت على الضيوف الحتة اللي فيها الراس والحتة اللي فيها الديل، وما يفضلش غير الحتة الوسطانية. تقومي على طول مدياني انا حتة وانت حتة، ولا من شاف ولا من دري. قومي بقى ما تضيعيش وقت، وهاتي حتتين الجزل واقليهم. حاضر.